احنا اتربينا بس ان احنا مادام ما وصلناش للحاجه اللي احنا عايزينها كده احنا فشل. لا، بما ان طاقتك محدوده فانك توصل للمرحله المثاليه دي هياخد منك طاقه ووقت ومجهود كبير جدا. فانت محتاج تدور على نقطه معينه وانفذه، وفي حاجات تانية مش هعملها. عارف لما تعمل غلط بسيط وتفضل تجلد نفسك عليه لمده طويله؟ الغلط دوت ممكن انا معرفتش اذاكر، ما توفقتش في شغلانه، معرفتش ابقى الشخصيه اللي انا عايزها. المهم في حاجه انا نفسي كنت اعملها وما توفقتش فيها، بس ما بصيت لهاش بمبدأ ان انا ما توفقتش فيها، لا انا بصيت لها ان انا فاشل، انا مش كويس، انا مش عارف ابقى الشخص اللي انا نفسي ابقى اوصل له في يوم من الايام. فده بيدخلنا في مساحه مش ألذ حاجه على الاطلاق. ولكن دورنا هنا واللي هنتكلم عنه ايه اللي بيوصلنا للمرحله دي، ولما بنوصل للمرحله دي بتبقى مشاعرنا ايه، وفي الاخر ازاي نتخلص من المشاعر دي. اهم حاجه متنسوش تعمل لايك، سبسكرايب، شير. المهم دلوقتي ايه اللي بيخلينا نوصل لمرحله اللي احنا نجلد في ذاتنا ونعاقب نفسنا على اي حاجه غلط بنعملها؟ اول حاجه ان احنا اتربينا من صغرنا ان انت لما بتعمل غلط انت كده ممكن تبقى فاشل وممكن تتعرض للوم كتير. بس احنا اتربينا على كده. اللي بيعرف يطلع بره الفقاعة دي اللي لقى نفسه فيها بيعرف يعيش الشخصية اللي هو نفسه فيها. انا بغلط عادي، بس الغلط ده مش هيوقفني. غلط معترف بالمناسبة اللي انا غلط، بس غلطي ده مش هيوقفني. خلاص عرفت اللي انا غلط، ماذا بعد؟ هعمل ايه؟ فانا لو عرفت اكسر حاجز التربية اللي من صغري اللي اتربيت عليها، هي نقطة صغيرة انا ممكن افهمها لعقلي، انا مش بغلط او مش بفشل، انا لا اما بنجح يا اما بتعلم. طب كده مفيش غلط. ايه ده كرولوس؟ ده مفيش غلط ولا فشل ولا انا فاشل وانا وقعت. ما دي حقيقة. مين اللي قالك ان انت فاشل او ان انت غلط او ان انت مش عارف توصل للحاجة اللي انت نفسك فيه؟ احنا اتربينا بس ان احنا مادام ما وصلناش للحاجة اللي احنا عايزينها كده احنا فشل. لا، انا اتعلمت والمفروض اكون بتعلم، ودي اهم نقطة واللي هتفصلك ما بين شخص والتاني. طيب تاني نقطة بتوصلنا للمرحلة دي، وهي ان احنا علشان عايزين صورة مثالية قوي وموبايل احسن نوع واخر لابتوب واحلى تصوير واحلى صحاب واحلى شغلانة واحلى كلية، اللي عايز اقوله لك انت شخص محدود، وقتك محدود وطاقتك وحتى علاقاتك مقارنة بوقتك هتلاقيها محدودة. هتلاقي كام صاحب بس هم المقربين وخلاص على كده. بما ان طاقتك محدودة فانك توصل للمرحلة المثالية دي هياخد منك طاقة ووقت ومجهود كبير جدا. فانت محتاج تدور على نقطة معينة ان انت تختار ايه اللي اديله الاولوية وانفذه، وفي حاجات تانية مش هعملها. كده انت مش مثالي بالمناسبة، كده انت بتعمل تباديل ما بين الحاجات اللي انت عايز تعملها. فانا هعمل ده دلوقتي وده مش دلوقتي. المثالية بتيجي منين؟ ان انا عايز اعمل كل حاجة باحسن شكل ممكن في الثانية دي. هنا بقى بيوصل الخلل. طيب انا لو في الثانية الواحدة عملت حاجة واحدة وخلصتها ورحت اللي بعده مع تنظيم وإدارة على مدى بعيد، لا بتفرق. بس ما ننساش ان المثالية الزايدة اللي انا عايزها هي اللي موصلالي اللي انا بضايق نفسي، بوصل لمرحلة جلد الذات ومش عارف اتصالح مع نفسي. ممكن اوصل لمرحلة اللي انا اقول انا بكرهني، انا متضايق من نفسي قوي، انا مش مبسوط، مع ان الموضوع ابسط من كده بكتير. موضوع بسيط على فكرة. تالت حاجة بتوصلنا للنقطة دي ودي مهمة قوي، ان احنا بنخاف من نظرة الناس. اتكلمنا بالمناسبة عن الموضوع دوت قبل كده، ان قد ايه نظرة الناس بتتحكم في قراراتي، وقد ايه نظرة الناس ممكن تبقى مؤثر على كل قرار انا باخده. ممكن قد ايه نظرة الناس دي ما تفرقش معايا بالصورة اللي تأثر بيها على حياتي. الفرق هنا مهم. هي الناس ليها نظرة وممكن تبدي رأيها في حاجة هي ملهاش دعوة بيه بالمناسبة وتبقى فضولية وممكن تتسبب في ان الحاجة تبوظ معاك. بس ما ننساش ان الناس في النهاية كلمة. الناس قالوا كلمة انت ليه خدتها قوي على اعصابك.
الناس متفرجة في الحياة كلها، الناس متفرجة. نادر قوي ما تلاقي حد بيعمل حاجة وبيأثر بيها بالإيجاب على غيره، غير كده منواله بيكرروه. فبلاش النقطة دي تأثر فيك كده. وأنصحك إنك تتفرج على الفيديو دوت، هتلاقيه في description، هيفيدك قوي عن الخوف عن نظرة الناس. وآخر حاجة بتخلينا نجلد في نفسنا قوي، وهي إني دايما شايف إن أنا شخص وحش. الحتة دي بتضايق قوي، بس المرجعية بتاعتها انت بتكلم نفسك ازاي. انا لو بكلم نفسي بطريقة وحشة، طبيعي ان المشاعر اللي هتبقى جوايا هي وحشة. لو انا شايف نفسي ما بعرفش اعمل اي حاجة حلوة في حياتي، طبيعي مش هتوفق في اي حاجة انا عايز اوصل لها. فطريقة كلامك لنفسك بتفرق في المرحلة اللي انت عايز توصل لها. فلو انت عايز توصل للمرحلة الجديدة اللي كلها لمعان في نظرك، محتاج انك تهدى وتكلم نفسك صح عشان توصل للمنطقة اللي انت عايزها. والموضوع ده فيه كلام كتير قوي في حتة انا شايف نفسي وحش، ولكن ممكن نتكلم فيها في نقطة بسيطة ملخصها. عشان ما تكلمش نفسك وحش، محتاج تشوف انت بتدخل لمخك ايه عشان توصل لمرحلة ان مخي بيقولي انت وحش. نفسك لما بتملاها بتعكس عليك اللي هي ملته. فانت لو مليتها بحاجات كويسة، هتلاقي الحاجات الكويسة دي جاية في افكار، في ابداعات، في انشطة، في تأثير في حياة الناس. فبتلاقي نفسك مش شخص بيكلم نفسه سلبي، لا ده انا منتج. يبقى اتحكم في اللي داخل لمخك، لان هو اللي بيطلع لك الاثار السلبية اللي دلوقتي موجودة. طيب المشاعر دي اللي بتبقى موجودة من ان انا خايف من نظرة الناس وشايف نفسي وحش، وان انا مثالي شوية، واهلي وصلوا لي مشاعر ان انا على طول غلط وعلى طول مش بتقدم. طيب الموضوع دوت ايه اللي بيحصل لما بنفضل نجلد في نفسنا؟ الحتة دي مهمة قوي. اول حاجة لما بنفضل كده على طول بنفقد الثقة بنفسنا. بالمناسبة معنى ان انت خفت من نظرة الناس ان انت ما عندكش ثقة بنفسك، مش مملي بسلام داخلي. لا، ده انا اتمليت بكلمة الشخص اللي قالها، فالكلمة دي هي اللي اترمت جوايا فأثرت عليا بالسلب. لا، كده المشكلة مش عند الشخص اللي رمى الكلمة، كده المشكلة عندنا، لان هنا فاضي. يبقى هنا اللي محتاج يتملي، مش الشخص اللي محتاج اقوله اسكت ما تقولش كلام وحش. فاهم الفرق؟ تاني حاجة، بنهرب لما بنفضل نجلد في نفسنا، بنهرب من فكرة ان في محاولة تانية. طول ما انت بتجلد في نفسك انت بتوصل لعقلك حاجة معينة قوي، ان انا بلومك لان خلاص كل حاجة راحت واتقفلت الدفاتر، وكل حاجة امتلكها راحت، خلاص الدنيا باظت. مع ان بالمناسبة احلى بدايات، وبجد الموضوع ده عن ثقة، احلى بدايات بتبقى دايما بعد وقعة. لان البداية دي جاية وراها خبرة، جاية وراها تجربة، جاية وراها عقلية جديدة لشخص اتعور. فالتعويرة دي بنسبة كبيرة مش هتتكرر بنفس الطريقة، ممكن تتكرر بطريقة تانية وهتعلمها للمرة التانية. انا ورايا ايه؟ انا بتعلم. طيب من لما بنفضل نجلد في نفسنا بنعيش في طاقة سلبية بتكسرنا كل يوم. لما قلنا انت بتتكلم مع نفسك ازاي، الكلام دوت بيولد طاقة جواك. الطاقة دي بالمناسبة اللي فيها حد تلاقيه ابتسم لك بس، لقيت نفسك مبسوط، لقيت نفسك ايه ده اليوم حلو قوي، من ابتسامة انتقل طاقة. فانت بتشحن الشحن دوت بيتعكس على حياتك وعلى الآخرين. طيب ايه الشحن ده؟ هو انا بطارية؟ ممكن حد عارف، مش ممكن تبقى بطارية فعلا. الشحن هي طاقة جواك او بتجيلك من وسط خارجي عنك. من الاخر الطاقة دي هي ايه؟ الطاقة دي هي مذاكرة، الطاقة دي هي معلومات جديدة دخلت دماغي، الطاقة دي هي تجارب، حاجات جديدة بجربها، تعاملات، صحاب، بفكر بطريقة مختلفة.
بجرب وبتعلم، ما بلومش نفسي. الحاجات دي كلها بتصب في ميزانية ربنا شايفك حلو، فانت تستاهل تبقى حلو. بالمناسبة مش عايز اقول تستاهل دي، لان جزئية الاستحقاق دي بتعمل مشكلة كبيرة قوي، فانا مش عايز اقول تستحق. ممكن اقول ان ربنا اداك نعمة او بركة، فليه ما نستعملهاش؟ على الاقل حياتنا مش هتبقى بالسواد اللي احنا شايفينه. موضوع ابسط من كده بالمناسبة. طيب ازاي بقى ممكن اتعامل مع الطريقة الوحشة اللي انا بعمل بيها نفسي ومش هكررها؟ اول حاجة، افصل بين شخصيتك واخطائك. انا شخصية ممكن اكون بصلي، بحاول اقرب من ربنا اكتر، بحاول احسن علاقاتي، بس ده معناه ان انا مش هغلط؟ ولو غلطت معنى كده ان انا وحش ومصليش؟ الموضوع ده محتاج تفصله شوية. مش معنى ان انت انسان ان انت مش هتغلط، ومش معنى ان انت غلطت ان دي اخر الدنيا. لا، هو انا انسان بغلط وبتعلم ومبكررش الغلط تاني. الموضوع بيبقى سهل لما بفصل ما بين شخصيتي وما بين افعالي. هما الاتنين ملتصقين ببعض بس لما بتوصل لمرحلة ان لو حد لام او عمل لوم على فعل انت عملته بتاخده على نفسك. لا، هو بيلوم التصرف مش بيلوم شخصيتك. فرق ما بين دي، ولازم أن تتعامل بيها مع نفسك قوي. فرق بين شخصيتك واخطائك. تاني حاجة، ودي مهمة قوي، ممكن اقول ان دي اهم نقطة ممكن تتعلمها في حياتك كلها. اتعلم من غلطك. اغلط براحتك، بس بعد ما تغلط او بعد ما تاخد الخطوة والتجربة اللي انت عملتها، قول لنفسك هو انا في الحتة دي صح اللي عملته؟ وهل بيوصلني للحتة اللي انا عايزها ولا لا؟ لو الاجابة اللي انا عملته دوت مش بيوصلني للمنطقة اللي انا عايزها، اللي انا بحاول اطور نفسي عشانها، يبقى محتاجين نقف، محتاجين نقيم غلطنا، ومحتاجين نقول لنفسنا لا، محتاجين نقف. الحتة دي مهمة قوي. بعد كده حط لنفسك مساحة إنسانية. لما قلنا افصل ما بين شخصيتك وأخطائك، وبعد كده نقول إن حط لنفسك مساحة إنسانية، دي ليه؟ أنت كإنسان هتغلط، وهتبقى في فترة ضعف وفترة ضيقة في حياتك. محتاج تتقبل إن في بعض الأوقات إحنا هنبقى ضعاف، في بعض الأوقات مش هنبقى بكل طاقتنا الإنتاجية اللي إحنا عايزينها، ومش بكل الأوقات هنبقى الشخص المثالي قوي اللي احنا نفسنا فيه وبنحاول دايما نوصل له. فمحتاجين نتقبل الفترة دي عشان نوصل لبعدها. هي دي جزئية احترم المساحة الإنسانية بتاعتك، ودي مهمة قوي بالمناسبة. بتعامل نفسك كإنسان عنده اهتمامات وعنده أولويات وعنده برضو مساحة ممكن يكون ضعيف فيها، محتاج احترمه في النقطة دي وتقبله وطبطب عليه. ما قسيش وما حاولش اطلع كل العيوب اللي فيه في اللحظة دي. هو تعب عادي، وكلنا بنغلط وكلنا بنتعب. محتاجين نتقبل الاجزاء دي لبعض عشان الدنيا تعدي ليك ولغيرك. بعد كده حط لنفسك بعد المساحة الإنسانية، شوف ربنا شايفك ازاي. الحتة دي من كتر ما هي جميلة ودافية قوي، عايز اتعمق فيها جدا. هو انت في كل النعم اللي انت وصلت لها في حياتك دي كنت انت السبب فيها؟ كل الحاجات الحلوة اللي انت وصلت لها دلوقتي، وبالمناسبة محتاج تقعد مع نفسك وتكتب ايه الحاجات الحلوة، وايه هي المواقف اللي ربنا وقف معاك فيها وعداك منها. الحتت دي بتخلي معاك مرجعية شخصية. انت مين؟ ربنا عمل معاك ايه في حياتك؟ ايه المواقف اللي انا كنت فاكر ان هي نهاية الكون وعدت؟ المواقف دي ممكن تبقى ايام امتحانات مادة كنت حاسس ان هي نهاية الكوكب وعدت. ممكن المواقف دي تبقى موقف مع شخص كنت حاسس ان الموضوع مش هيعدي النهاردة، ونشكر ربنا ربنا عداها. الموقف دوت ممكن يكون انا كنت رايح شغلانة وكنت مرعوب، بس نشكر ربنا عدت واشتغلت ودلوقتي بقبض قد الدنيا. الحتت دي والمواقف دي هي اللي بتخليك تشوف ايه ده، ما ربنا كان معايا. ايه ده ربنا مديني نعم. يعني انا مش وحش. مش وحش.
بالمناسبة لو الحاجات اللي انا بقولك عليها دي سجلتها في ريكوردات هتبقى احلى بكتير. الفايبس اللي بتطلع من صوتك وانت بتتكلم بتفرق في طاقتك انت، فلما تبقى متضايق وتسمعها بتلاقي بدل ما بتاخد يوم كامل مكتئب او اكتر، لا الموضوع مش هياخد اقل من 10 دقايق وتلاقي طاقتك اتجددت وفي حماس. فده حلو قوي عشانك. جزئية انك تشوف ربنا من احلى الحاجات اللي انت هتتقبل فيها نفسك وغيرك، لان ربنا عارف انك ضعيف، فمش محتاج تبقى مثالي. ربنا محتاجك تبقى حقيقي وامين في الحاجة اللي بتعملها، وبتحاول على قد ما تقدر تعمل اللي عليك. ربنا بيبارك في الشخص اللي بيعمل كده، مش الشخص اللي عايز يبقى مثالي وبيعمل كل حاجة عشان يثبت لنفسه ان هو كويس. ودي مشكلة، لان معنى كده ان هو عنده شك ذاتي بنفسه، ودي محتاجين نقيمها تاني لان هنا في مشكلة. واخيرا عايز اوضح نقطة، مش مهم انت وقعت قد ايه، ولكن المهم انك مش تبقى انت الشخص اللي بيحاول يكسر نفسه كل ما يحاول يقوم. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. خليك مهم ومعترف بنقطة ان ربنا ليه فضل علينا قوي. الجزء دوت لما بتكلم فيه بيشيل من عليا عاتب وعليا تقل ان انا اللي المفروض اعمل. لا، احنا بنبذل السبب